حركة الشمس جننت المعماريين. يعني زي ما المصريين القدماء كانوا بيخلوا الشمس زمان تتعامد مع المعابد المصرية، المعماريين في الصين دلوقتي بقوا بيعملوا كده ويمكن أكتر شوية كمان. بيدرسوا أشعة الشمس علشان يرسموا بيها المبنى أصلا. بص خلينا أشرح لك. المبنى ده لو بصينا عليه من بعيد هنلاقيه عبارة عن شكل مخروطي عادي، بس في الحقيقة هو عبقرية هندسية، وده لأن القشرة الخارجية بتاعته اتكونت عن طريق الخطوط اللي نازلة من أشعة الشمس الساعة 12 الظهر. هو ده اللي نحت المبنى، متخيلين؟ والسقف بتاعه معمول عمودي بالظبط على الخطوط دي. طب ده كلام حلو قوي، خد دي كمان. المدخل بتاعه معمول بالظبط على خط شروق الشمس، يعني لو انت واقف في المدخل وقت الشروق بالظبط الشمس هتتعمد على وشك زي ما بتتعمد على رمسيس كده. الحاجات دي محسوبة بالملي. جميل. كمان بقى هتلاقيهم عاملين قشرة تانية داخلية حوالين المسرح، ودي متصممة بالشكل ده علشان تجمع صوت البحر وتدخله المبنى. هي